هبتدي بقصة صغنطوطة خالص 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 تأكد إن ربنا ما عندوش باترن، ما عندوش موديل، ما عندوش نموذج للتعامل مع الضيق. في اتنين مسجونين، واحد اسمه يعقوب وواحد اسمه بطرس، مسجونين. قاموا اليهود راحوا عملوا إيه؟ جابوا يعقوب ذبحوه. يعقوب ده من الرسل، والمسيحية لسه بتشقشق، ده احنا في أولها والكرازة لسه ما سمعتش، يعني محتاجين كل واحد تضرب ال 12 في واحد. يا رب اعدم. طبقا للباترن ده بطرس هيعدم. بعديها يومين نزل ملاك في الدقيقة بتاعت الكنيسة اللي كانت بتصلي، فتح السجن وطلع بطرس. هنا بقى عندي سؤال، اشمعنى يعقوب يتذبح وبطرس يتفتح له السجن؟ ما كانت تبقى المعجزة حلوة قوي لو نزلت الملاك قبليها بليلتين وتفتح للاتنين، ويبقى عظيم قوي انك تطلع الاتنين من السجن. لا، ده بيؤكد اللي انا بقوله لكم، ان مفيش باترن محدد يحد ربنا يتصرف ازاي في الضيقة.